الأوبرا الخديوية أنشأها الخديوي إسماعيل نفس تصميم أوبرا لا سكالا في مدينة ميلانو الإيطالية. كانت غاية في الدقة والفخامة، وطلب ماريات باشا من الخديوي إسماعيل إنه يختار قصة من التاريخ المصري تصلح لمسرحية يفتتح بها الأوبرا. وبالفعل قام بتنظيم الشعر بتاعها الإيطالي جاسلا نزويني، وقام الموسيقار فيردي بوضع موسيقاها الرفيعة بنفسه، فخرجت لينا الأوبرا الخالدة عايدة. اتمنى جدا الخديوي إسماعيل إن تفتتح دار الأوبرا الخديوية بعرض أوبرا عايدة، لكن للأسف الظروف منعته، وتم افتتاح الأوبرا في احتفالات فتح قناة السويس في 1 نوفمبر 1869، وتم عرض أوبرا عايدة بعد الافتتاح بعامين في 24 ديسمبر 1871. كانت الأوبرا الخديوية الأولى في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. كان مسرحها بيتسع ل 850 شخص، غنى على مسرحها أهم الفنانين وأجمل الحفلات لغاية يوم 28 أكتوبر 1971، اليوم اللي اتحرقت فيه دار الأوبرا عن آخرها، وتم تدمير المبنى المصمم من الخشب بالكامل. ومن هنا اتقفل الستار على فصل كان من أجمل فصول مصر، وحكاية عن مبنى من أهم مباني مصر الخديوية وتاريخها العظيم.